هلا هيك بيقول الدستور، بس مش هيك بده يلي قرر يخرقه. هون بالنبطية ضرب الدستور والقوانين بعرض الحيط لما قررت مجموعة مدعومة من أحزاب معروفة بالمنطقة إنها تمنع بيع الكحول، والقبضاء يوقف بوجهن وبوجه تهديداتهم. نحن زرنا أحد التجار بالمنطقة يلي حاز على رخصة قانونية لبيع الكحول بطلت تنفعه اليوم تحت سلطة الأمر الواقع بالنبطية قبل يومين من ما يمنعوه نهائيا من البيع. هول قد ايه صار لك بتبيعهم عن جديد؟ صار لنا 20 سنة تقريبا الرخصة عمرها. طب ليش برأيك اليوم بعد 20 سنة ومعك رخصة عم تقلي والدولة سمحت لك تبيع انه اليوم في اجراء انه يمنعوك تبيع؟ لا اجوا ناس يعني انه بدنا ننظف النبطية ما بنخلي مشروب. تنضر برأيك انه اذا وقفوا لك هالبيع؟ اكيد لانه انا مش عارف شو عندي سوبر ماركت بس كل تقلي على المشروب الشغل. هلا بدي احاول شيل المشروب واشتغل بالسوبر ماركت. انا بأثر علي لانه في عائلتين عايشين من وراه، في مدارس في اولاد في كذا، مش عارف لوين بدي اتجه. ويلي ما قدر يقوله زهير قالوا الناس بالنبطية بصراحة وبدون تشفير. المقصود هيدا مفتاح لبداية قمع للحريات الشخصية للناس. يعني بالعربي المشبرة حتشطبوها أكيد. غزة أريحة، نحن جزء من لبنان وبيسري علينا القانون اللبناني اللي بيسري على أي نقطة من لبنان. مش لازم نقبل انه حدا يتعدى على حريتنا من ناحية. مش الدولة هي اللي بتحدد مين اللي بيمنع ومين اللي ما بيمنع. بالنسبة للمحلات انه بتصور كمان نحن عايشين بدولة لبنانية مش بدولة إسلامية بشكل عام يعني. مين ورا القرار برأيك؟ يعني هلا هن بيقولوا الاهالي بس انه برايي انا حزب الله دغري يعني. يمكن لازم يضل انه يبيعوا الكول والاشياء ما يقطعوا برزق العالم، وبنفس الوقت كمان ما يضروا الشباب الباقيين يعني ينظموه. كيف بينظر القانون لهالواقع الجديد والغريب عن الديمقراطية اللبنانية؟ هو موضوع يتعلق بحرية الفرد في أن يتصرف كما يشاء ضمن القوانين المرعية، وليس هنالك في لبنان نصوص قانونية لا تجيز أو تمنع الكحول. لا يجوز لأي شخص أن يمنع شخصا آخر من ممارسة ما له من حقوق مكرسة في الدستور والقوانين المرعية. الحق العام يمكن أن يتحرك باعتبار أن النيابة العامة تمثل حقوق المجتمع. ليش بنقول الحق العام؟ لأن هذا شيء حقوق المجتمع، وطبعا الحق الشخصي هو حق مكرس أيضا في الدستور. النبطية اليوم منطقة خالية من الكحول بالقوة، وبكرة الله بيعلم وين وكيف بهالبلد يلي لليوم بعده معروف من بيده المميز. العرق مثلا انتاج لبناني 100% وجزء ما بيتجزأ من الطاولة اللبنانية الأصيلة، واليوم صار ممنوع بالنبطية، واللي خايفين منه سكان النبطية انه يمتد هالشي على كتير قصص مثل اللبس والتياب او الموسيقى، وهونيك المشكلة الحقيقية. جورج عيد، MTV.